بكم، اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم مريم شاهين. اللي اول مره تشوف لاشين ديالي مرحبا بك، اختي ديري ابوني وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد. البنات ما تنسونيش في لي كومونتير الزوينين بحالكم. اليوم البنات جيتكم بواحد الماسك واعر خطير 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 البنات، ديال الروز والليمون والقشور ديال الليمون والحامض والزيوت، شي حاجه اللي خطيره. راكم عارفين البنات الروز الفعاليه ديالو في التبييض، ازاله التجاعيد المبكره اللي كتظهر، يعني الا تبعتيه التجاعيد المبكره ما غتبقاش تبان لك في وجهك. شي حاجه واعره كيضغطي، ما يمكنش البنات كيضغطي البشره بواحد الطريقه خياليه. واعر وراكم عارفين البنات الليمون فيه الفيتامين سي، يعني اللي تا هو كيعطي واحد النضاره للوجه وواحد الجبيده اختي للوجه، واحد عرفتي كتولي لابو ديالك بحال ديال الدراري الصغار. الا تبعتيها كتولي بحال ديال الدراري الصغار، اقسم بالله كتولي واعره. كيف كنقول لكم ديما البنات، راه ما يمكنش الوجه او البشره او اي حاجه تقاد الا ما تبعتوش لها واحد الحاجه. ولا ماسك البنات راه خصهم يداروا يوميا، ماشي نهار زعما يعني خاصك تتبعيهم، ماشي ديريهم مره في السيمانه ولا جوج سيمانات تقولي ما عطاتنيش النتيجه. حقا بالنسبه للوصفات البنات راه كيبغيو كلشي، كيفيتهم ديال العنق ديال الوجه ديال الايد ديال السنان ديال الرجلين ديال الدات كامله، كيبغيو ضروري البنات تبعيهم. ما كيبغيوش زعما تديريهم مره في شحال وتقولي ما عطاتنيش النتيجه. لا البنات خاصك ضروري تبعيهم. بالنسبه للبنات اللحسه والبروتين راه مازال كاينين، راه باقي زعما البرومو راه باقي مخليه ليكم. بالنسبه للحسه ديال 2 كيلو ب 300 درهم ولا فغيزون غراتوي، هاد البرومو كيحماقوا عليه البنات، راه باقي مخليه ليكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا، راه مخليه النمره في اليوتيوب. مرحبا بكم كاملين. والبنات دخلوا عندي حتى التيك توك، حتى هو راه كندير فيه لي ميني فلوغ، كنحط فيه حتى هو بعض المرات ميني فلوغ. المهم انا راه هاد الايامات ما كنتش مساليه، كنت كنركب الكوافوز. حتى المهم واحد الكوافوز جديد درتو في البيت، غندير لكم ان شاء الله فيديو ديال الروتين في رمضان، غنشاركو معكم ضروري البنات، وغادي نوريكم ان شاء الله الكوافوز الجديد. المهم اختي ما نطولش عليكم، يلا نبداو الماسك والطريقه ديال الاستعمال والطريقه ديال الاحتفاظ به وكل شيء. غنشارك معكم كل شيء، وهذا مكان. وكنعاود نقول لكم مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي، وبطول العمر وكاع داكشي اللي كتمناو. بقاو معايا. المهم البنات ندوزو المكونات. غنبداو البنات اول حاجه والمكون الرئيسي اختي هو الروز. راكم عارفين البنات الفعاليه ديالو في التبييض وفي ازاله التجاعيد المبكره الا داومتي عليه، وازاله البقع، وكيخلي البشره بحال ديال الدراري الصغار. عرفتي راه طبها لواحد الدرجه ما يمكنش، وكيحيد اي بقع. عندي القشور ديال الليمون اللي يكونوا مغسولين مزيان البنات، راه غنيين بالفيتامين سي وكيحيدوا البقع الداكنه وكيحيدوا بزاف ديال الحوايج. عندي البنات تما المايزينا، وعندي هذاك الخليط الاخر فيه النيدو والحمص والفولان. هادو ديجا كنكون طاحناهم ديما في الفريغو، ديما كندخلهم في الوصفات حيت خطيرين. عندي الزيت ديال الورد البنات اللي يكون اصلي مقطر البنات، هذا واخدين عندي واحد التعاونيه. وعندي البنات الزيت ديال الارغان ديال التجميل ونص حامضه. بالنسبه للزيوت كيبقاو اختياريين، عندك زيت الحلو ديريه، ما عندك حتى زيت فيهم ما ديري حتى شي زيت، ما كاينش مشكل. المكونات الاساسيه هما الروز والقشور ديال الليمون والحامض. الحامض الا عندك منه حساسيه ما ديريش. بالنسبه للبنات يعني كنسهل عليكم كاع الحوايج. هنا غناخذ البنات داك الروز والليمون غنديرهم في واحد 2 كيسان عامرين ديال الماء، ونخليهم يطيبوا حتى يطيب الروز مزيان، يتسلقوا. المهم غطيو عليهم البنات باش دوك الزيوت الطياره ما يطيروش منهم. صافي البنات بعد ما درتهم في حركه خليتهم حتى دفاو باش فهمتي باش نقدر نطحنهم مزيان، باش ما يخسروش لكم المولينكس حتى يدفاو مزيان البنات. عاد غادي نمشي نطحنهم مزيان، غنطحنهم حتى يوليو بحال لا كريم. غنزيد عليهم انا المايزينا وداك الخليط اللي عندي باش يتطحن ليا كلشي مزيان. كلشي تطحن ليا مزيان غنديرهم في المولينكس. هادو البنات راه واعرين. عرفتي واحد الخليط اللي خطير في البقع وفي ازاله الحبوب. الى عندك الوجه ديالك فيه اللي غيبداو كيبانوا تبعيه، شي حاجه واعره البنات. عرفتي راه جربته انا، عطاني نتيجه زوينه، وملي كيعطيني شي نتيجه زوينه كنشارك معكم. وكيخلي البنات ديك البشره كتبان لكم ادغاتيه، عرفتي كتبان رطبه وكتبان لك بومبي، عرفتي كتبان واعره. وخا نعين نشكر لكم البنات هذا الماسك، خصكم تجربوه باش تعرفوا. هنا ملي طحنتو البنات مزيان راه غيبان لكم. نتوما ما ديروش بارد، ديروه دافي، المهم يدفى غير شويه ديروه، حيت ملي تزيدوا عليه المايزينا باش بلا ما تعاودوا طيبوه في فوق البوطه، غير بديك المايزينا ديالو صافي. المايزينا زعما ديك السخونيه كتكون فيه كيبدا يختار كيولي بحال الكريمه. هنا غنزيد عليهم البنات ديك نص حامضه. كيف كنقول لكم البنات اللي عندها الحساسيه من الحامض تقدر ما ديروش، واللي ما عندهاش شوف انا راه ضربني البرد وحس لي
اللي ما عندهاش الحساسيه راه عندك اختي كنز عظيم، تقدري ديري الماسك ديال الحامض لوجهك بكل اريحيه، ما كاينش مشكل. صافي غنزيد البنات هنا شويه ديال الزيت. شوفوا هاد البنات الزيت، شوفوا ديال الورد شحال خاطره البنات. الزيت عرفتي راه واعر، هاد الزيت بالضبط هذا خطير صراحه. غنزيد البنات زيت ديال الورد وزيت ديال الارغان ديال الجميل. كيف كنقول لكم ما عندكمش زويت تقدري تستغناي عليهم كاع ما ديريهمش. عندك زيت اللوز تقدري ديريه، زيت الورد تقدري ديريه، زيت ارغان بوحدو، زيت ديال الزنجلان، يعني اي زيت خاص للتبييض ولا زعما ديال الوجه تقدري ديريه. نغسل وجهي ونرجع معكم باش نطبقوا الماسك. نغسل وجهي وانا معكم. البنات انا يلا غسلت وجهي. كيف كنقول لكم ديما الماسك يكون على وجه نقي. غنديرو دابا على وجهي داكشي اللي كان. المهم راه كانت كسرونه عامره درتها في الثلاجه، قرعه درت قرعه ديال الزاج ودرتها في الثلاجه، وهذا الشيء اللي بقاو اللي غندير منه. فيما تبغيو ديروا منه جبدوا القرعه من الثلاجه وخدموا بها عادي، ما كاينش مشكل. هذا الشيء اللي غيبقى لي هنا غنديرو دابا وحتى نسالي. باغا ندير العنقي وايديا ورجليا ولكن تنسالي الشقه وداكشي. المهم غندير معكم دابا غا وجهي ما نجي فين نكمل حتى نكون صافي كملت شقه وداكشي. عاد ندير الايديا والعنق ديالي وداكشي. خليوه تينشف تماما البنات عاد غسلوه. خطير كيخلي واحد الغطاسون هذا في الوجه وواحد التبييض. راكم عارفين البنات الروز مع الليمون مع الحامض مع المايزينا والزيوت راه شي حاجه خطيره. زيت الورد البنات راه واعر 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 في التبييض، غير جربوه على حسابي. البنات اللي بغات تزيد الخرقوم معرق حتى هو خطير مع هذه الوصفه، ولكن انا ما درتوش. مابقاش عندي هذاك اللي زعما طاحنا على ايديا، ما درتوش. واعر واعر هذا الماسك صراحه. المهم بنات انا يلا غسلت وجهي دابا من الماسك. شوفوا والله البنات الا خطير. شوف انا حيت كنت درتو غير هنا كيبان لكم الفرق بين هنا وهنا. واعر وكيخلي واحد ليدغاطاسيون واحد لابغيونس. شوفي اختي شوف واعر واعر صراحه والله البنات. شوفوا البغيونس اللي كتبقى عرفتي رطب رطب. شوفوا هادو لي شنيوله الرطب رطب 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 البنات كيخليو واعر. هذا الماسك غير تبعوه. كيف كنقول لكم من مورا اي ماسك كنضغطي وجهي. وهذا اختي هو اللي طحت عليه اللي قلت لكم في اطار اختي منتوج رخيص وزوين واقتصادي 25 درهم لا غلا على مسكين. واعر البنات صراحه كيضغطي زوين، ولكن ما تخرجيش بيه الشمس. انا غير في الدار ملي كنبغي نخرج كندير فوق منه ليكرون عاد كنخرج. واعر صراحه دغيا كيتابسوربا مع الوجه مع البو ديالك بالزربه. شوفي وكيخلي واحد الرطوبيه واعره البنات والله حتى واعره. وهذا الماسك خطير. راكم عارفين البنات الروز والحامض وداكشي عندهم فعاليه بزاف. التبييض بعد الحامض معروف في التبييض هو القشور ديال الليمون، اما الروز البنات راه معروف كيحيد لي غيد اللي في الوجه وكيخلي لك لابو كتبري ورطيطه بزاف 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 بزاف. وكيخلي لنا دوك التجاعيد دوك لي غيد اللي المبكره ما يخرجوش. يعني كيعاون على بزاف ديال الحوايج. واعر البنات غير تبعوه. وكيف كنقول لكم من مورا اي ماسك ضروري من الترطيب، حيت الا ما رطبتوش بحال ما درتو حتى شي حاجه. يعني البشره بحال ما درتو فيها حتى شي حاجه. وكان اختي هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى الفيديو يعجبكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. واللي اول مره شوف لاشين ديالي ديروا اختي ابوني وفعلوا الجرس باش توصل كل جديد. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم.